أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم سر. معكم أختكم توتا. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. فيديو اليوم هو عبارة عن وصفة طبيعية أو كيراتين طبيعي. لقد عملت سنداج أو ما يسمى باستفسار استقصاء، لا أعلم الكلمة بالضبط، لكن الكثير منكم طلب وصفات للشعر، للهالات السوداء وكذلك للبشرة. إذا هذا الفيديو للأشخاص الذين طلبوا طريقة الاعتناء بالشعر. قررت اليوم أن أضع لكم طريقة لعمل كيراتين أو ترطيب أو تغذية للشعر في المنزل بشكل بسيط، بما أنه قد وضعت قبلا فيديو حول الحبوب السحرية لإطالة الشعر، وقد وجدت أن الكثير منكم قد جربوه وقد وجدوا نتائج مرضية معه. قررت أن أضع فيديو آخر طبعا للأشخاص الذين يريدون طرق العناية بالشعر أو وصفات للشعر، بما أن البحر والمسابح غنية بالكلور وكذلك البحر بالملح، فالشعر بعد الفترة الصيفية يكون في حالة كارثية، وذلك لتعرضه للكثير من العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تلفه. بما أنه هذه العوامل قد أضرت به، فنحاول الآن إعادة اللمعان والرونق له. هذه الوصفة مجربة رائعة، يمكنكم أيضا استعمالها الكثير. هناك من العرائس التي سيقومن أو ستكون هناك زيارة لأهل العريس في العيد، لذلك هذا الوصفة أيضا لهم. مكونات هذه الوصفة بسيطة وفعالة، بسيطة ومتوفرة، والنتيجة مرضية. هذه الوصفة جد فعالة. إذا قبل الانتقال إلى الوصفة ومكوناتها، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك أسفل القناة، وذلك أيضا بتفعيل الجرس الموجود أسفل القناة بجوار زر الاشتراك. إن عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم. لأي استفسارات اتركوها في التعليقات، أو هناك عدة مواقع التواصل الاجتماعي للقناة متوفرة أو متواجدة على غلاف القناة، يمكنكم الذهاب إلى هناك ومحاولة الاتصال بنا أو بعث رسائل لاستفساراتكم. إذا هذه الوصفة كما قلت بسيطة. أول مكون فيها هو الخميرة الطبيعية. هذه الخميرة أو هذا النوع من الخميرة ليست الخميرة الكيميائية، وإنما الخميرة التي تكون على شكل حبيبات بهذا الشكل. هاي أنا قد ظهرت. إذن هذه هي. إذا نحتاج إلى 3 ملاعق من الخميرة الطبيعية. يمكنكم زيادة الكمية على حسب كثافة الشعر، وكذلك على حسب يعني طوله. أنا هنا تكفيني 3 ملاعق لأن لدي شعر قصير فقط. إذا الخميرة تحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية والمغذيات بشكل أساسي، كما أنها تحتوي على الكثير من البروتينات التي يحتاجها الشعر. كما تعتبر الخميرة على أساس أنها المنبع لكل البروتينات التي يحتاجها الجسم أو تحتاجها البشرة ويحتاجها الشعر. إذا نقوم بوضع ملعقة من الماء هنا،
نقوم بالمزج. سوف تتشكل لدينا عجينة. نقوم الآن بإضافة زيت الزيتون الطبيعي تدريجيا. إذا بعد مدة من التحريك والمزج سوف يتكون لدينا هذا القوام. إن لم تذوب معكم الخميرة جيدا يمكنكم إضافة القليل من الماء، وذلك لكي تتحلل. يمكنكم أيضا إضافة اتزان النعناع أو أي اتزان لكي تتخلصوا من رائحة الخميرة. إن كنتم لا تريدون أن يكون أيضا واضح القهوة فهي أيضا تخلصكم من رائحة الخميرة. إذا طريقة الاستعمال بسيطة وبسيطة جدا. أولا نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو المعتاد والماء. نقوم بتنشيفه. بعد أن يجف الشعر تماما نأخذ بعض الخصلات منه. نقوم بعمل مثل ما نعمل عندما نصبغ في صالونات الحلاقة. نقوم بأخذ فرشاة أو أي يمكن
إن لم تكن لديكم فرشاة للشعر يمكنكم فقط استعمال قفازات، يمكنكم استعمال أيضا أيديكم. قوموا بتمليس أو تجبيس شعركم بهذه الكريمة. بعد ذلك اتركوها لمدة ساعتين، لكن قبل أن تتركوها لا تنسوا تغطيتها بقطعة من البلاستيك، أو كانت لديكم تلك الليبوني أو تلك القبعات البلاستيكية الخاصة بالحمام والخاصة بالسباحة يمكنكم أيضا استعمالها، لأنه عندما تنفتح عندما تسخن جلدة الرأس وتنفتح المسامات أيضا تقوم بامتصاص هذا الكريم، سوف تغذي الشعر من الجذور، فهو غني بالحديد والبروتينات. بعد ذلك كما قلت بعد ساعتين قوموا بغسله بالماء والشامبو المعتاد لديكم مرة أخرى، ثم قوموا بوضع كريمكم العادي. قوموا بعمل السشوار بعد 4 ساعات لا أقل من ذلك، لكن النصيحة أن تعملوها قبل يومين وتتركوا شعرتكم يعني على ذلك الحال قبل المناسبات أو قبل أي شيء. سوف تقوم بامتصاص الكل وكذلك استخدام هذه المغذيات في إعادة تركيب الشعر أو إزالة التلف منها. نصيحة أثناء استعمال مكواة الشعر أو السشوار، حاولوا أن تستعملوا المرطبات بعد ذلك لكي تتخلصوا من الضرر الحراري التي تسببه هذه الأدوات للشعر. إذن هذه هي وصفة اليوم، جربوها وقولوا لي النتائج التي حصلتم عليها. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.